تخيل انك ماشي في الشارع وفجأة لقيت راجل لابس بدلة رسمية. الراجل ده شايل شنطة سوداء شكلها عادي جدا، لكن الحقيقة الشنطة دي ممكن تكون أخطر حاجة على وجه الأرض. الشنطة دي اسمها كرة القدم النووية، ودايما مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كل مكان. جواها مفاتيح تقدر تبدأ حرب نووية وتنهي العالم في لمح البصر. اسمها كرة القدم النووية أو الحقيبة الطارئة الرئاسية. هي شنطة فيها كل اللي بيحتاجه الرئيس أمريكا عشان يطلق هجوم نووي على أي دولة في العالم. ودي بقى مهمة لما يكون بعيد عن مراكز القيادة زي البيت الأبيض. الشنطة دي بتكون دايما مع مساعد عسكري ملازم للرئيس الأمريكي في أي مكان يروح. الشنطة دي يا صديقي مش أي شنطة عادية، لا، دي مركز قيادة متنقل، فيها وسائل اتصال وخطط هجوم نووي كتير، وفيها أكواد سرية. لكن اللي مش حقيقي إنه ما فيهاش زرار أحمر كبير زي ما بيعرضوه في الأفلام والمسلسلات. جوه الشنطة في 4 حاجات رئيسية. أول حاجة هتلاقيها في الشنطة حاجة اسمها الكتاب الأسود، وده بيحتوي على خيارات الهجوم النووي المختلفة. والحاجة التانية اللي ممكن تلاقيها قائمة سرية بالأماكن اللي ممكن الرئيس الأمريكي يروح لها في وقت الطوارئ، وفيها دليل إجراءات استخدام البث الطارئ. وآخر حاجة هتلاقيها كارت صغير عليه أكواد سرية اسمها البسكوت. الرئيس بيستخدم البسكوت عشان يثبت هويته قبل ما يبدأ أي إطلاق نووي. فكرة الشنطة بدأت بالخمسينيات مع الرئيس أيزنهاور، لكن تطورت بشكل كبير بعد أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات. الرئيس جون كيندي كان خايف إنه قائد سوفيتي في كوبا ممكن يطلق صواريخ نووية بدون إذنه، فقرر إنه لازم يكون في نظام يضمن إنه الرئيس الأمريكي هو الوحيد اللي يقدر يصدر أوامر نووية. والاسم جاء من خطة نووية اسمها الدروكيت. في 6 يناير 2021 اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول. كان في شنطة نووية احتياطية مع نائب الرئيس مايك بنسن. التقارير بتقول إنه الشنطة كانت في خطر حقيقي لو المقتحمين وصلوا لها. وفي سنة 95 الرئيس بوريس استلم إنذار خاطئ عن صاروخ نووي جاي من النرويج، واكتشفوا في آخر لحظة إنه إنذار كاذب. كان ممكن يرد بصواريخ نووية تنسف النرويج من على وش الأرض. مش أمريكا بس عندها شنطة نووية، روسيا كمان عندها شنطة نووية اسمها تشينغت، وبترافق الرئيس الروسي في كل مكان يروحه. الهند عندها نظام مختلف بيشترط موافقة جماعية من كل نظام قبل أي إطلاق حرب نووية. كرة القدم النووية هي تذكير دائم بقوة الإنسان وقدرته على التدمير، لكنها كمان تذكير بالمسؤولية الكبيرة اللي بتيجي مع القوة اللي بتيجي مع الشنطة دي. الشنطة دي مش بس أداة للحرب، لكنها أداة كمان للردع والسلام. بتخلي كل طرف يفكر 1000 مرة قبل ما ياخد قرار ينهي بيه العالم. سلام.